البقوليات المعلبه او الفول المعلب، احنا اتكلمنا قبل كده عن فول المطاعم وان هو ليه بنقول عليه خطر وليه بنقول ما نستخدمش فول المطاعم او الفول العربيات. تعالوا بقى نتكلم النهارده عن الفول المعلب. الاولا يا جماعه الفول المعلب برضه هتلاقي مكتوب عليه اديتا او الاي 385 اللي هو الجدول الكيميائي او الرمز الكيميائي لماده الاديتا. ماده الاديتا زي ما قلنا هي ماده مصرح بيها، لكن خطورتها ان هي في الزياده بتاعتها، وخطورتها برضو مش هنقول ان خطورتها ان هي بتشيل كل الفايده او الاحماض الامينيه اللي بتبقى جوه الفول او البقوليات بصفه عامه والبروتينات والحديد. فنصيحه يا جماعه ان احنا نستخدم العلب في اضيق الحدود، مره مرتين في الشهر، يعني نحاول بس وقت الزنقه نستخدمها. موضوع ان احنا نفضي العلبه ونغسلها مش هيفيدك في حاجه، لان الاديتا بتخش جوه المكون الغذائي وبتشيل الفوائد اللي فيه كلها، فانت اصبحت ان انت بتاكل ماده غذائيه خاليه من اي فايده. النصيحه اللي دايما بقدمها نرجع ندمس الحاجه في البيت، المعلبات البقوليات تاني نرجع ندمس الفول والفاصوليا والحمص والكلام ده كله، لان كل المعلبات هتلاقوا مكتوب عليها ماده الاديتا.